كيف طرح هذه يعني أكيد أكبر قضية علمها التوحيد، يعني هو أعظم معلم. لا أظن أن أحد يزعم أنه هو يعلم التوحيد للأمة أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم أو أفضل. صحيح. إذا لا بد وأن ننظر في أساليب التعليم، هذا بيسموه أساليب التعليم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام يطول، لكن لو أردت أن نضع رؤوس أقلام، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز على أن التوحيد، أعود فأقول، ممارسة وليس تنظير. فكان يمثل القدوة العملية لأصحابه في الثبات على التوحيد وفي الرسوخ فيه. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يأتي إليه المشركون يساومونه مرارا وتكرارا على التمييع في هذا المفهوم وعلى المساومة عليه. نعبد ربك يوما وتعبد ربنا يوما، فيقول صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة. قصص كثيرة كان يأتي المشركون إلى أبي طالب ويقولون له: كف ابن أخيك عنا، أو ساومه على أن لا يذم آلهتنا فقط. لاحظ المستوى الذي وصلوا إليه، إنه فقط ساوموه على أن لا يذم آلهتهم. رفض صلى الله عليه وسلم. لاحظ الصحابة الكرام وهم يرون المعلم الأول صلوات ربي وسلامه عليه وهو يثبت في مقام التوحيد، مع أنهم قلة قليلة في مكة، كانوا لا يتجاوزون 40 أو 100 على أحسن الأحوال، والأمور مدلهمة والخطوب صعبة، ومع ذلك لا أساوم عليه. طبعا هناك الحديث الضعيف: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك، لكن ما تركت الضعف، لكن معناه صحيح، وهذا هو الذي أثبته صلى الله عليه وسلم. حدثت معه صلى الله عليه وسلم. يعني بالتالي إذن كان يعتمد القدوة العملية، والطلاب أكثر ما يرسخ القيم فيهم والمفاهيم هي ثبات المعلم على الفكرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على أن يكون هو موحد بممارسة عملية في حياته لا يساوم. هذا لاحظ في صلح الحديبية في أمور دنيوية ساوم لمصلحة الإسلام. في غزوة الخندق كانوا يرونه وهو يساوم على ثلثي ثمار المدينة دنيا، لكن التوحيد لا يمكن أن يساوم على هذا المفهوم. هذا أعطى أكبر درس للصحابة، إنه هذا الخط الأحمر الذي لا يمكن أن يتنازل عنه، وهذا بحد ذاته درس. أحيانا شخص بشكله وأسلوبه يعطيك آلاف الدروس أفضل من مجرد التنظير العام، لكن عنده مواقف معينة يسقط. أيضا من أساليبه صلى الله عليه وسلم استغلال الفرص مع الصحابة، وخاصة لما يكونوا أفراد. معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شوف كيف استغلال موقف بسيط، تكون معك في سيارة أخ تقرأ هذه القيمة. ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، شاب صغير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يغرس فيه هذه القيمة، ما نسيها طوال حياته. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أخرى: واعلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثيرة هي المعاني التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولاحظ استغلال اللحظات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرسل الرسل إلى الأقوام وإلى المدن والأمصار، أول شيء تعلمه لهم التوحيد. فمثلا أرسل معاذ إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى: فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. في بعض الروايات توحيد الله. هذا يدل على أن هذه القيمة هي العليا. لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لما كان يقترب من المدن والأمصار فإذا سمع أذانا تركهم، عرف أنهم موحدون، وإذا لم يجد أي مظهر من مظاهر الإيمان والتوحيد بعد أن يكون علم أن الحجة قامت عليهم غزاهم وأغار عليهم. هذه الممارسات في الجهاد وفي السلم وفي الحرب وفي البيت وفي المسجد، عندما يرون أن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يغرس قيم، يغرس مفهوم. أيضا هذه من أعظم الأمور، كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحمي جناب التوحيد من أقل شيء يمكن أن يخدش به. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير والتشاؤم بالأشياء حفاظا على جناب التوحيد، أن الفاعل الحقيقي هو الله. كان ينهى عن تعليق الوتر وينهى عن تعليق التمائم حفاظا على جناب التوحيد. كان إذا رأى صحابيا قال ما شاء الله وشئت يغضب صلى الله عليه وسلم ويقول ما شاء الله ثم شئت، مع أنه أنا أزعم ذلك الصحابي وما كان خاطر في باله الشرك أصلا. لكن حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى في أقل الكلمات وفي أهون الأمور هي تجعلك ماذا؟ يعني من باب التقريب الصورة، عندما تجد المعلم يدقق عليك في شيء معين في كل تفاصيله، تعرف أنه هذا التدقيق الشديد دلالة أنه هذا موضوع خطير. هذا موضوع خطير. هين في أمور الدنيا، هين في أمور الزواجات والبيوع وما شابه ذلك، وضع قواعد عامة. لكن في هذا الموضوع أي كلمة يعبث فيها وأي كلمة يمكن أن يتوهم أن فيها خطأ يحمر وجهه ويغضب. في هناك رجل فقط قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. لأن أي واحد فينا ممكن يسمع هذه الجملة ما يشعرش فيها مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس الخطيب أنت. كان يريد منه أن يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. قال: أجعلتني لله ندا أو شريكا؟ يعني لا تجمعني مع الله، فأنا عبد يوحى إلي والله هو الإله.
الله له مقام وأنا لي مقام. حرصه صلى الله عليه وسلم على تتميم هذا المقام وسد الذرائع الموصلة إلى خرمه عمق هذا المفهوم في قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في تمام الإدراك أن هذا المفهوم هو الذي يجب أن يحمى ويقاتل من أجله، وأن خلافات الدنيا والأمور السياسية والزواجية يعني لها ضوابط شرعية بالتأكيد، لكن في مجال المناورة فيها، أما ذاك لا مناورة فيه. هذا أكبر درس كان في حياة الصحابة وهو درسنا أيضا. لكن نحتاج أن نقرأ السنة، أن نقرأ الأحاديث النبوية، وأن ننظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى ترسخ هذه المفاهيم والقيم فيها.